خرجت من السجن تلفت لي كيما نقولوا ما رانيش عارف واش ندير، مانيش عارف وين نخدم. ميم طون ميساج الشباب لجميع الشاب مسبوق قضائيا. انا كعامل توصيل ولا كاشهر عامل توصيل في الجزائر العاصمه كنت ديجا من قبل مسبوق قضائيا. خرجت من السجن تلفت لي كيما نقولوا ما رانيش عارف واش ندير، مانيش عارف وين نخدم، مانيش عارف وين نروح نبحث على خدمه. دفعت بزاف لي سي في وعندي كفاءات الحمد لله، ولكن كيما نقولوا ما كاش اذان صاغيه، ما كاش حاجه اللي توقف معاك باش تخدم. كرييت دومان في راسي بيني بين روحي باللي نجيب موطو ونبدا نخدم بها، ولكن بعد تخمام طويل وسعي كثير كيما نقولوا الدراهم السيوله ما كاش باش نجيب الموطو هذه. سعيت وخممت، شفت الوالد تاعي ربي يحفظه ويطول عمره، خرجت الموطو هذه اللي راكم تشوفوا فيها الجوكي فاسيليتي باسمه. تو دابور جبت الموطو هذه، دوكا الخدمه كيفاش ولا ليفريزون هذه كيفاش راح تكون. انا كان عندي بلون تاع لا ليفريزون كيفاش ندير. بعد ما كنت مريح في الحومه جاني اتصال هاتفي من عند الوالده ربي يحفظها تاني ويطول في عمرها. قالت لي يا وليدي انا راني في المارشي الفلاني، راني رايحه نقضي، الا تجي ترفد لي نتايا القضيان هذا توصلوا لي الدار باش انا نجي في البيس، باش ما نجيش في طاكسي ونخلص بزاف وتقام لي بزاف. قلت لها ماشي مشكل. كي رحت باش نرفد لها القضيان ديالها، جاتني ليدي تاع نصور واش هي تقضي وكذا. منا صورت القضيان هذا وكيفاش هي تقضي الطوماطيش، كيفاش تقضي البصل، كيفاش هي تقضي الدجاج، كيفاش تقضي هاد الامور كامل هذوما، وثقتهم في فيديو ودرتهم في الماليطه، وصورت كيفاش درتهم في الماليطه، وصورت كيفاش وصلتهم للدار، وتكلت على ربي صورت الطريق كيفاش راني رايح للدار. وكي لحقت للدار ثاني زدت فيديو بلي راني لحقت زعما على اساس عند كليون، راك فاهمني. من تم جاني الالهام هذا، بارطاجيت لا فيديو تاعي في منصه التواصل الاجتماعي وصرا عندها صدى كبير، يعني شغل طغات الفيديو هذاك انتشر بسرعه فيروسيه كما نقولوا. والحمد لله كثروا عليا الاتصالات، ولات عندي خدمه. ونوجه تحيه من المنبر هذا لخويا عبدو كاش اللي عاوني وجا خدم معايا وعاوني في لي كوموند تاوعي وعطاني نصائح ثاني ووجهني وعاوني، يعني بزاف امور وقف معايا وقفه راجل زعيم اللي نوجه له التحيه من المنبر هذا اللي راهو خونا في اسبانيا ربي يوفقه. وحاجه واحده اخرى ثاني، بعد عناء طويل وخدمه وشقاء وتعب جاني الاتصال هذا من وين؟ من عند قناه تلفزيونيه. تما حسيت روحي بديت شغل نطلع درجه، بديت نحس روحي بديت نوصل في المجال هذا تاع التوصيل. اتصلوا بيا قناه تلفزيونيه، داروا معايا روبورتاج على الخدمه تاعي، وتما كانت الانطلاقه يعني بقوه، ولاو عندي لي كوموند بزاف يعني الحمد لله. وليت نمد نصائح للشباب. جاتني الفكره باش اليوم انا نحكي لكم لي صور تاعي، باش كيما نقولوا لي جان هذوما ما يقطعوش ليا. قولوا لي علاش ما تقطعوش ليا؟ كل واحد والضومان تاعو. خويا انت بلومبي، دوك انا نوجهك مثلا الشباب اللي حابين يجيبوا موطو ويسترسقوا على روحهم وما عندوش سيوله، نقدر ننصحوا بشركه فيا ماس راهي تمد فاسيليتي مع لي بنك، واللي عنده كيما نقولوا دراهم باش يشري موطو يشري موطوات تاع فيا ماس، باسكو شركه صدقوني يا خوتي غير عالميه. انا هايديك جوكي تاعي 2022 من 2022 هي عندي راهي ماشيه يعني اكثر من ايركات الحمد لله، ما فيهاش مشاكل يعني ما فيهاش لومبان وكذا، برك لونتروتيان تاعك في وقته. وحاجه واحده اخرى نوجهكم لونجام التدعيم تاع الدوله راهي تعاون، لونجام راهي تعاون بزاف الشباب، تقدر تعطي لك 3 موطوات فاسيليتي يعني 3 ماشي وحده تكبر بهم المشروع تاعك. ننصحك ثاني بجيمي اندستري تقدر انت تروح تجيب عليهم موطو فاست فود ولا كافيتيريا ولا راكم فاهميني. وحاجه واحده اخرى ثاني اللي نقدر نقولها لجان خاوتي وصحابي اللي حب اي نصيحه في المجال تاع التوصيل هذا، راح نخلي لكم الكتاب تاعي اللي تحت عنوان يعني من ساجين الى اشهر عامل توصيل في الجزائر. ماذا بيا خاوتنا تشريوا هذا الكتاب، والله غير صدقوني راهو فيه بزاف نصائح ويوريكم المجال تاع التوصيل هذا من كيفاش الانطلاقه فيه حتى وين تلحق، وكيفاش تكبر من المشروع ومع من تخدم وكيفاش تخدم وكيفاش تشري موطو. يعني فيه بزاف امور خاوتنا. والسلام عليكم وتهلاو في روحكم والى اللقاء.